اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم البنات، واش راكم الشيرات؟ كي راكم مع هاد الحمى؟ نتمنى تكونوا كاع بخير. اليوم البنات جيتكم في واحد الفيديو راه متنوع ان شاء الله، فيه وصفتين وفيه واحد البون بلان تاع البنات ولا النساء اللي هم باغيين يخدموا وهو بلا ما يخرجوا من ديارهم، غير بالانترنت بالتليفون. يكون عندك تليفون وانترنت وانتي خدمتي. نبداو. المهم نمشو ايطاب باغ ايطاب. نبداو هنايا. بغيت ندير حاجه للفطور، ندير حاجه خفيفه مع هاد السخانه وكلشي، ما والمو غير هادوك الصوالح هكا، غير الفاست فود. هذا ما كان. هنا بغيت ندير واحد الخبيزات محشيين. استعملت هنايا نقول واحد 750 غرام تاع فرينه. درت ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه كبيره تاع السكر، ملح. وهنايا ملعقه راكم تشوفوا فيها كبيره ماشي مملوءه بزاف تاع المارغرين. هنا نسيي نبسس لافارين تاعي بالدهان تاعي ولا بالزبده ولا بالمارغرين هذه اللي راها عندي، ومنطون نخلط الخماره مع السكر ومع الفرينه والملح. بعد ما تاكدت بلي يعني بسست غايه الفرينه تاعي، نروح نبدا نزيد في الماء تدريجيا. الماء يكون دافئ، نقعدو نزيدو في الماء تدريجيا حتى نلمو العجينه تاعنا. لازم تكون طريه، ميلاقش تكون يابسه هكاك باش الخبيزات تاعنا يجو خفاف وطريين. من بعد شيرات نزيد قيس فنجان تاع الزيت عفوا، باش شطور يا اخي. في الاول درت مغرفه كبيره تاع دهان ودروك زدت في النيجيل تاع الزيت. تقدو تيماجيني واش غادي تجي خفيفه هاد لاباط. ندلك غايه شيرة العجينه تاعي فوق البلون دو طرافاي حتى نحس بها ولات ملساء والقوام تاعها ولا ناعم. نعاود نرجع العجينه تاعي بعد ما عركتها غايه، نرجعها في الغيسيبيون اللي خلطت فيه ونغطيها بالبابي فيلم ونخليها تكوتي. توكا راه الحمان تمتم غادي تطلع لنا وتدفع لنا هذيك الخميره. حنايا نديروها هي الاولى ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا هكا قسما نكملوا الحشو تاعنا يطيب. تكون العجينه تاعنا راها صاي طلعت خمرت وراها واجده باش نستعملوها. هنايا في الحشو البنات درت حبه بصله كبيره، الا كانت عندك بصله متوسطه ديري زوج. درت 2 حبات تاع كورجات ثاني متوسطين و3 حبات تاع زروديات يعني متوسطين بنات. ورحت درت الزيت. هنايا لي زيبيس درت الملح كمون وسكنجبير ونخليوهم يدبلوا ويتقلاو لنا وعلى نار مهيله. هنايا غطيت عليها وخليتهم راكم تشوفوا حتى دبالوا. دبال لي البصل ودبالت لي الخضره الكورجات والكاروطه. هنايا انا البنات كما يقولوا صحاب بكري الجود بالموجود. انا هنا كان عندي شويه تاع بوري اشي درته. كان عندك بوري اشي ديريه، كان عندك فياند اشي ديريها، كان عندك طون ديريه، ما كانش عندك ديري غير الفرماج. كل واحد واش عنده. ليسونسيال هادو الخبيزات ديجا غير ديري لهم كيما نقولوا تشكشوكه وتزيدي لها فرماج تجي فريمون بنينه.
هنا شوفوا خرجت لي 12 حبه، فريمون حبه ما بقاتش تالمون اللي جاو خفاف بالبزاف. هنا شفتوا الشيرات بعد ما خمرت لي العجينه، رحت ديغازيتها وحطيتها في البلون دو طرافاي باش هكا غادي نقطعها بالكوبات، نديرها طوايا هكا كرات صغار. هنا نسقدهم، نسقد لهم الشكل تاعهم باش يجوني سهلين. هنا الحبات اللي كانوا جاوني كبار كنت نقص منهم باش ندير حبات واحد اخرين. كما قلت لكم جاوني 10 حبات. هنايا نسيي نحلهم رقاق بزاف، وتوجور الوسط نخلوه شويه خشين، والحواف نحلوهم غايه باسكو كي غادي نبلوها باش ما يجوش الحواف تاعها خشان وما يطيبوناش من الداخل. هنا البنات الحشو تاعي بعد ما طاب ليست له ربيت له من فوق الفرماج رابي، ولا عندك فرماج مثلثات ولا اي نوع من الجبن نديره. غادي يزيد يعطيك واحد البنه ما تامنيش راسك، سورتو الفرماج رابي غادي من الطيبي مع الحمى يذوب الداخل يولي ما يقعدش هذاك الحشو ناشف، وما يجوكش الفطيرات ولا الخبيزات هادو ناشفين من الداخل، يجوك دايبين سايلين. نزيد ندير معكم خبزه واحده اخرى وشوفوها البنات. الوصفه راهي معلقه هنايا، راني قليتها من فوق في الفيديو في الصوره هكا من فوق راهي في الكاري. شوفوها على الكوتي تلقاو الوصفه تاع لاباط. سينو الحشوه ديروا واش بغيتو. تاني البنات ما ديروش الغلطه تاعي، هاد لاباط تالمون جايه خفيفه، ما تقعدوش تقلبوا تعاودوا فيها، سقدوها خطره واحده بلعوها من جهه وسقدوها وحطوها طيب. هنا البنات هما الخبيزات تاعي بعد ما طابولي جو منفوخين هشاش. هنايا البنات نسيت نقطع لكم حبه بصح تالمون اللي كانت حاميه والفرماج كدايب والله ما قديت نقسمها. ليسونسيال جو خفاف وما جاوش كاع معجنين، وهذاك الفرماج راه تالمون اللي دايب ما قديتش نقسمها على زوج. مهم بنان بالبزاف ننصحكم تجربوا هذه الوصفه لولادكم، سورتو اللي ولادهم ما ياكلوش الخضره، اسيو ديروها لهم بالخضره باش ياكلوها لكم. ومن بعد هنا نروحوا للوصفه الثانيه تاع اليوم اللي هي حلوه اللومبوط، ولا هنا في الغرب يقول لها خريره، ولا كل واحد كما بغى يقول لها. انا هنايا في الوصفه تاعي نحتاج 2 حبات بيض كاملين، كاس كبير تاع سكر غلاس، خلطوا غير السكر مع البيض. من بعد نزيدوا الكاس تاع الزيت، نزيدوا الزز تاع السيترون والاروم تاع السيترون. لكن عندك غير الزز ديري غير الزز، لكن عندك غير لاروم ديري غير لاروم. كيما انا كانوا متبشرين عندي في زوج باش نعزز لو تاع القارص درتهم في زوج. ومن بعد نزيدوا كاس تاع المايزينا. هاد المايزينا هي اللي تخلي هاد الحلوه تجي او ميم طون كروستيونط او ميم طون خفيفه وهشيشه ماشي يابسه. نخلطهم غايه كما راكم تشوفوا حتى ولا لي الخليط بدا يبيض نوعا ما. ونروحوا نزيدوا الفرينه. انا قعدت نزيد غير بالعقل حتى وصلت للملعقه تامه. هاد لاباط تاع هاد حلوه الطابع ميلقش تجينا يابسه، يلا تجي فريمون طريه باش كي نديروه في القمع ولا نديروه في لابوش نقدو يعني يتمشى لنا العجين ماشي يقعد يابس. ماشي تيبسوها ما توصلش لاباط ما توصلش الطراوه تاع لاباط سابلي، قل منها باش تقد تتمشى لكم في القمع.
لا في اللمبوط ولا في لابوش ولا. انا درت تاني باكي تاع خميره تاع الحلويات. شوفوا هنايا انا استعملت لابوش هذه تاع لي كريم، جاتني ساهله. شوفوا كيفاش راني نشكل فيهم بالخوف. تاني الفوغ الا تكونوا حميتوه من قبل ديروه على 180 درجه، شعلوا له من تحت ومن بعد شعلوا له من فوق. فوالا شوفوا الخريره ولا الكاطو تاع اللمبوط كيفاش جا بزاف بنين وجا يذوب في الفم. سمحوا لي انا كنت حاسبه كنت نصور الفيديو كي حليت الحبه وقسمتها لكم باش تشوفوا القوام تاعها، بصح لا غالب انا ما كنتش نصور وما فقت كاع حتى كملنا الكاطو. المهم جا. السلام عليكم البنات. شوفوا اليوم بغيت نعرفكم على واحد الشركه، هي شركه تونسيه تبيع مستحضرات تجميل، شامبونات، دي كومبريمي تاع المعالجه تساقط الشعر، السمنه، الارق، بزاف صوالح. هاد الشركه تخدم بمواد طبيعيه 100%، والمنتوجات تاعها فعاله ومضمونه. زعما انا على ضمانتي ديجا راني استعملتهم، وهذه طلبيه الرابعه اللي راني نديها. الحمد لله يا ربي. المنتوجات اللي استعملتهم ولا عاودت بعتهم. هما كي تشروا عليهم كي تسجلوا يعطوكم كتالوج، تشروا عليهم الطلبيه الاولى يكون الكتالوج مجاني، ويعطوك السلعه اللي كومونديتيها بيان سور، ويديروا لك التوصيل مجاني. ومن بعد تولي المنتوجات هذيك تبغي تحتفظي بها لروحك، دبري راسك تبغي تعاودي لها البيع، هذاك الشيء يخصك. و او ميم طون راكي تطلعي في الكراد، وراكي كل ما تطلعي في الكراد تولي عندك خلصه شهريه. انا البنات يعني الحمد لله يا ربي راني بديت نسترزق مع هاد الشركه. عندها طريقتين، زوج طرق للربح. كاين الربح المباشر اللي هو كي تشري منتج وتعاودي تبيعيه، هذا ربح مباشر. كاين ربح غير مباشر. هذا الربح غير مباشر كي تدخل اللي بغات تدخل وتخدم في هذه الشركه، كاين ادمينات يعني يعلموكم ويفهموكم طريقه العمل، وش هي الشروط. شروط بسيطه جدا 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 وسهله، وغادي تلقوا واحد المتعه في هذا العمل، خصوصا النساء المكيتات في البيت اللي ظروفهم ما تسمح لهمش يروحوا يخدموا برا. كل وحده وظروفها، الله المستعان. قلت لكم هاد الشركه تولي باذن الله عندك كيما نقولوا عندك مدخول شهري تاعك وانتي وشطارتك بيان سور. كل ما طلعتي في الكراد كل ما تطلع لابي تاعك، وان شاء الله كيما قال لك تولي ماناجير ان شاء الله تاع الشركه على هلا. ليسونسيال شيرات انا واش جربت في هذه المنتوجات. جربت الكريماما، جربت البان بوش، جل دونتير، جربت كريم ميراكل. المهم جربت ستيك تاعهم بزاف 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 يا البنات. هذا ستيك ريشارجابل، تشري ستيك ومن بعد كي يكمل لك البرودوي الداخل تعاودي تشري هادو لي غول هادو، تعاودي تعمري بهم ستيك تاعك راكي تستعمليه. كاين تاني واحد المنتج تاني شباب بزاف بزاف، بصح هذاك غادي حتى نتاكد من النتيجه تاعه. راني هذا خاص بتنقيص الوزن اللي عندها مشكل في ثبات الوزن تاعها ما تنقصش كاع. هذا المنتوج هو زوج تاع المنتوجات استعمليهم في رحبه وان شاء الله يعطوك نتيجه. انا راني بديت نستعمل فيهم، هي يقولك النتيجه تاعهم تبدا تبان ابخي ان مون من ليزاج تاعهم. دونك انا ما نقدش نهضر لكم على هذا المنتج حتى نكمل المده تاع شهر كما قال لك للامانه. هذا ما كان والمصداقيه. سينون البنات انا هاد الخطره لا كومون تاعي هاي جبت فيها كريم القدمين اعزكم الله، شامبوان تاع شوفو غرا، جبت فيها كريم المعجزه، جبت فيها جل نيتوايون،
وجبت جل دونتير، وجبت لي ريشارجابل تاع الستيك. كيما قلت لكم هنايا كي تشري تشري من الشركه ديجا غادي ينقصوا لك واحد النسبه هكا باش كي تعاودي تبيعي انت المنتج تاعك تربحي هذاك البتي بري في المنتج الواحد. هذا هو اللي غادي يكون ربح مباشر. وحاجه واحده اخرى، شركه اربيه كل خطره دير لنا لي بروموسيون اللي تقدي تشري فيهم في هذاك الوقت غادي يكون الربح تاعك كبير وكبير كبير. المهم شيرت انا هذه الحاجه، هذا واش نقدر نقول لكم على هذه الشركه، وهي شركه مضمونه والعمل فيها حلال حلال حلال. حاجه واحده اخرى اللي بغات تنضم الشركه هذه نخلي لكم رابط الجروب تاع الاستقطاب في الواتساب، تدخلوا بيان سور الدخول مجاني، تلقوا تما ادمينات يشرحوا لكم طريقه العمل، يشرحوا لكم الشروط، وافقتوا نسجلوكم. ما عجبكمش كما قال لك العرض فيها ما فيها باس، كما قال لك حتى رجل ما لصقت في صباط، هذه هي. المهم الشيرات مرحبا بكم في الجروب تاعنا، غادي تلقوه في اول تعليق في هذا الفيديو، اول تعليق مثبت. نقول لكم غادي تلقوا واحد الادمينات ما شاء الله عليهم، غادي تولوا كي خواتات ان شاء الله، وديروا جروب ما شاء الله، ونربحوا ان شاء الله كاع وكاع نوصلوا واش ما رانا باغيين. ما بقى لي غير نقول لكم شي تهلاو في راسكم والسلام.